أنا باكره المفاجآت، قُل لي إيه أكتر حاجة ممكن تعملها وتضايقني؟ السؤال ده لو اتسأل لك في interview ما تستغربش، ده واحد من أذكى أسئلة الشغل اللي سمعتها، بدل ما يقول لك قُل لي إيه هي نقط ضعفك اللي كل الناس بترد عليها، تقول أنا perfect أوي ودقيق أوي في شغلي، أو إن أنا باشتغل زيادة عن اللزوم. اللي بيسألك السؤال ده بيقول لك ساعدني، خلّيني ما اتفاجئش لمّا يحصل ما بيني وما بينك موقف مش لطيف. فمرة واحدة ردِّت قالت أنا حساسة شوية، لمّا حد بيدّيني feedback مش لطيف بازعل وباحس إن الموضوع شخصي. وبالطريقة دي هي وصّلت لمديرها إزاي يتعامل معاها في أي موقف مش لطيف، ويبقى فاهم هو ليه رَد فعلها كده. والأجمل إن ده ما بيقللش من فرصك، بالعكس ده بيخلّيك صريح وبيخلّيك واضح. الinterview مش بس اختبار، ده مساحة بينك وبين اللي قدّامك في التفاهم. فلمّا حد يسألك في interview إيه اللي ممكن يضايقني منّك، مش معناه إن هو عايز يعرف عيوبك، بالعكس ده عايز يبني معاك ثقة من أول يوم. لو أنت بتعمل انترفيوهات مع ناس جرّب السؤال ده، ولو بتدوّر على شغل حضّر رَد للسؤال ده في أي interview وقُل لي في الكومنتات ردّك هيكون إيه، أو ابعته لحد عنده interview قريب.